عكيت الدنيا طول السنة وجاي دلوقتي تعوض في الاخر؟ واحد، من هنا والاخر السنة عايزاك تقعد مع نفسك وتحدد 3 عادات صحية عايز تعملهم، وعادتين ادخاريتين ليهم علاقة بالفلوس اللي انت كنت عايز تعملها من بداية السنة وما عملتهاش. 2، هتصحى بدري شوية كده عن ميعادك، وضب سريرك، اشرب كوباية مية اول ما تصحى، واجل القهوة بعد ما تنزل وتشوف الشمس وتسلم عليها، وبعد كده تطلع تعمل اللي انت عايزه. 3، يومين في الاسبوع هتقعدهم مش هتصرف ولا مليم، معرفش هتعملها ازاي، اتصرف. وهتحوش كل اسبوع مبلغ كده تحطه على جنب علشان تحسس نفسك ان فلوسك زادت. ابدأ بعادات صغيرة او ابدأ زي ما تبدأ، المهم الالتزام والاستمرارية من هنا ولحد اخر السنة. كل اسبوع هتشيك على المحفظة اللي ابتدت تكبر، وبالمرة هتشيك على مودك اللي ابتدى يحلو. صباح الفل. ده ترند عالمي اسمه The Great Lock In. الهدف من الموضوع ان انت تبدأ اي تغيير ايجابي في حياتك او اي عادة عايز تبدأ تبنيها من غير ما تستنى حاجة تحصل او من غير ما تستنى سنة جديدة. وحاول دايما تشجع نفسك عن طريق ان انت تتكلم عن التأثير الايجابي للعادات دي في حياتك، وما تنساش تعمل شير علشان غيرك يستفاد. ودمتم دايما بأفضل صحة وحال.